شجرة الحب، تأليف أحمد رؤوف الشافعي، إخراج يوسف المشري. ايوه يا استاذ عوض، خلصت المقايسه اللي في ايدك؟ ثواني واخلصها حالا يا استاذ كمال. طب وانت يا استاذ ممدوح؟ ايوه، فين التقرير اللي طلبته منك؟ اديته للانسه منيره تكتبه على المكنه. طب استعجلها وحياتك، انت عارف ان التقرير ده لازم يكون قدام السيد المدير العام بكره الصبح. والله استعجلتها يا استاذ كمال، وعلى كل هستعجلها كمان عشان خاطر. استاذ كمال. ايوه يا عم خليل. الاستاذ حسن امين الخزنه بيقول لسيادتك تروح له عشان تقبض المرتب، احسن هو كمان شويه رايح البنك. حاضر انا رايح له دلوقتي. ايتها خدمه تاني لسيادتك؟ لا متشكر. اتفضل انت يا عم خليل. حاضر يا استاذ. استاذ عوض. افندم يا استاذ كمال. خد بالك من المكتب لو سمحت، انا رايح اقبض من الخزنه. اتفضل يا استاذ كمال، اتفضل. الاستاذ كمال ده دماغه ناشفه قوي، ما كان الاستاذ حسن جاله هنا وقبضه. الله، طب ما الاستاذ صلاح رئيس القسم اللي قبله كان بيجي له الاستاذ حسن لغايه هنا ويقبضه مرتبه. الاستاذ كمال كتر خيره، مش عاوز يميز نفسه عننا بحاجه، اهو زينا زيه. ما هو رخر بيضيع وقته وهو رايح للخزنه وهو جاي من الخزنه. انت يا ممدوح والشهاده لله متجني على الاستاذ كمال، مع انه راجل جد ودغري وشايف شغله بما يرضي الله. بقول لك ايه، مش تبطل كلام فارغ وتشوف شغلك احسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي خدمة؟ امال فين الأستاذ كمال فتحي؟ عاوزه ليه سيادتك؟ أنا فؤاد فتحي أخوه. أهلا وسهلا، أهلا يا أستاذ فؤاد، اتفضل استريح. متشكر أوي. صحيح سيادتك أخو الأستاذ كمال؟ أيوة أنا أخوه. طب سيادتك تشرب إيه؟ قهوة، شاي، كازوزة؟ لا متشكر، أنا مش هقعد كتير. إزاي بقى ودي تيجي برضو؟ ده الأستاذ كمال حبيب الكل. صدقني مش هقدر. خليه براحته يا أستاذ ممدوح. هو لو سمحت أخويا راح فين؟ راح يقبض من الخزنة وزمانه جاي. أهو جه يا سيدي أهو. الله كمال مين؟ فؤاد. اهلا يا اخويا اهلا. لا خليك مستريح. يا اهلا. انت هنا من امتى؟ من شويه بس يا استاذ كمال. والله حاولت اقدم لسيادته التحيه ما امكن ابدا. متشكر قوي يا استاذ ممدوح. وانت يا فؤاد ما هتشرب حاجه؟ ما عنديش وقت يا كمال، ما عنديش وقت. ايه خير، في حاجه؟ عاوزك في حاجه ما يصحش اقولها لك هنا في المكتب. طب تعال معايا عن اذنكم يا جماعه. اتفضل يا كمال بيه، اتفضل. ايه بقى يا سيدي الحاجه اللي ما يصحش تقولها لي في المكتب؟ هجيب لك حاجه ساعه، البوفيه قدامنا اهو. والله يا كمال يا اخويا انا ما انا رايق لا للشرب ولا حتى للعيشه نفسها. يا ساتر للدرجه دي؟ ايه الحكايه؟ حصل ايه يا فؤاد؟ طمني يا اخويا. محفظتي اتنشلت وانا مروح البيت من ساعه. كان فيها فلوس كتير؟ مرتب الشهر كله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مش عارف اقول لك ايه يا كمال يا اخويا، انا مكسوف منك قوي. تتكسف مني انا يا فؤاد؟ انا تحت امرك. بقول ايه، لو تسلفني اي مبلغ لو سمحت يا كمال. لو سمحت؟ ده اسمه كلام برضه يا فؤاد، ده انت تؤمر. انا مش عارف اقول ايه لزينب مراتي، اصل النهارده كنا رايحين للدكتور عشان غاده اصلها تعبانه شويه. لا الف سلامه على غاده. خد يا فؤاد ادي 50 جنيه هم، دبر بيهم نفسك لغايه ما ربنا يفرجها. ربنا يخليك لي يا كمال يا اخويا، انا مش عارف كنت هعمل ايه من غيرك. شايب يا راجل، ده احنا اخوات، انا برضو ممكن اتزنق واجي استلف منك. انا من بكره ان شاء الله لازم ارجع لك المبلغ ده يا فؤاد انا مش مستعجل على الفلوس دي، خليك على مهلك. انا اصلي قررت اني ابيع الموتوسيكل بتاعي وهو ابقى اتشعبط في الاتوبيسات زي خلق الله بقى. اسمع يا فؤاد اسمع، اوعى تبيع الموتوسيكل، انا حقيقي مش مستعجل على المبلغ ده صدقني، يبقى يا اخي سدده على الاقل من مهلك. انا متشكر قوي يا كمال، بس مره تانية يبقى حرص على فلوسك. خد درس من اللي حصل لك النهارده، اتفضل روح دلوقتي علشان زينب ما تقلقش عليك، وابقى طمني على غاده. ها مع السلامه. أنا أتهزأ وأتهان قدام زميلاتي وزملائي، يرضيكي كده برضو يا حضرة المديرة؟ بس بطلي انفعال وروقي كده عشان نعرف نتكلم مع بعض كويس. هو يعني كان حصل إيه؟ كنت تعبانة امبارح وما لحقتش أحضر الدرس. لا يا سوسن، انت غلطانة يا حبيبتي، أنا مش عارفة إيه اللي جرالك، ده انت من أحسن المدرسات اللي عندي في المدرسة. إيه اللي جرالك؟ أنا مش عارفة. طب كان حضرة الموجه يكلمني بيني وبينه، مش يفضحني كده قدام الزملاء والزميلات.
ده حتى كان في عمال واقفين جنبنا وشافوا وسمعوا كل حاجة. والله هو الموجه بتاعك وهو المسؤول عن متابعتك، وكويس انه اداكي فرصة تانية لما انا ترجيته. انا يا ابله يقول عليا اني مهملة وما عنديش اخلاص ولا ذمة. اثبتي له وليا انك انسانة مجتهدة ومخلصة، وابتدي حضري دروسك كويس عشان لما يجي المرة الجاية ينبسط وينسى اللي حصل النهاردة. يلا 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 دلوقتي اتفضلي على حصتك. حاضر يا ابله، عن اذن حضرتك. بقى ده اسمه كلام يا اجمل زوجة في العالم؟ هو الاكل يبقى اكل الا اذا كان من ايدين سوسن مراتي حبيبتي. انا مش ريالك يا كمال، سيبني في حالي اعمل معروف، والاكل اهو عندك في التلاجة. الله، إيه الحكايه؟ الجميل ماله النهارده؟ ولا حاجة يا كمال، اعمل معروف سيبني دلوقتي، انا عاوزة استريح شوية. لا، انت باين عليكي في حد مزعلك. قولي لي مين ده بس وانا اروح واديله حته علقه يحلب بيها طول عمره. ايه قلت يا ست الكل؟ قلت لك مفيش حاجة، انا متضايقة وبس. اتفضل روح انت اتغدى، وانا عايزة انام شوية. طب هو انا يا اميرة احلامي هعرف اكل من غيرك؟ ازاي بس يجيلي نفسي اكل لوحدي؟ من امتى الكلام ده بقى يا سي كمال؟ ما انت ياما اكلت لوحدك، اقربها امبارح وحتى كان نفسك مفتوحة قوي، اشمعنى النهارده يعني؟ بحبك يا سوس، بحبك يا اجمل حب. طب النهارده وانا في الشغل اتشوقت ليكي قوي قوي قوي. تعرفي كنت عاوز اطير طيران كده واجي اقول لك بحبك يا سوسن، بحبك يا سوسن. بالذمة ايه؟ والله كلامك ده ما يطمنش ابدا يا كمال. انت حاجة من ثلاثة، يا اما كسبت مبلغ ضخم، يا اما رقوك في الشغل، يا اما بتتمحلس لي علشان عامل عاملة وخايف. عاملة؟ عاملة ايه بقى؟ انا برضو بتاع الحركات دي؟ لا 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 ست سوسن، لا. امال ايه الكلام اللي من غير مناسبة ده؟ هو يعني لازم تكون فيه مناسبة عشان الزوج يدلع مراته اللي بيحبها؟ احنا فوتنا مرحلة الغزل والكلام الفارغ ده يا استاذ. احنا دلوقتي في فترة بنعيش فيها الواقع الأليم. احنا بندور على اليوم اللي نسدد فيه ديوننا، اللي نلاقي فيه في ايدنا قرش زيادة. بس اوعي تكوني نسيتي ايامنا الحلوة اللي كنا بنتقابل فيها مع بعض في جنينة الورمان. ها يا سلام يا سلام، ما تتصوريش قد ايه يا سوسن انا بحب الجنينة دي قد ايه. دي هي اللي شافت اول ايام حبنا. كمال انت دوشت دماغي بالكلام ده. حد يقدر يستغنى عن الحب؟ الحب هو الحياة السعيدة. اوعى تكوني نسيتي اللائحة الداخلية بتاعتنا يا سوسنت الجميلة. أفكرك إن رأس مال الشركة المعقودة بين المحب كمال أفندي فتحي وبين المحبة سوسن هانم فريد هو أولا الحب والمودة والرحمة. تحب أفكرك بثانيا إسهام كل من المحبين في ميزانية المنزل العامر، وذلك بكل دخل الزوج مع احتفاظه بنسبة 10% منه لمصاريفه الشخصية و10% للادخار. وتسهم الزوجة ب60% فقط من مرتبها للمصروف في البيت مع احتفاظها ب10% للادخار، وال30% الباقية التزامات أسرية خاصة بيها. اوعى تكون نسيت الكلام ده يا سي كمال. انسى ازاي بس يا روح قلبي من جوه. واوعى تكون نسيت كمان ان النهارده اول الشهر. اول الشهر؟ طبعا ايوه طبعا فاكر، وهي دي حاجه تتنسي برضه يا سوسن يا حبيبتي. واوعى تكون نسيت ال150 جنيه. فين يا كمال ال150 جنيه بتوع مصاريف البيت؟ ولا لسه ما قبضتش؟ ما قبضتش؟ لا 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 ازاي؟ انا قبضت والحمد لله طبعا. طب ما تديني الفلوس امال. لاني هنزل كمان شويه اجيب تموين البيت. حاضر يا سوسن حاضر، بس ايه يا كمال؟ بس بقول مش بعت يعني ماكل لقمه؟ لا كل انت حبيبي، وانا هاخد الفلوس من الجاكيت. ولا تزعلي نفسك يا ستي. حاضر انا اللي هجيب لك الفلوس. اتفضلي يا ستي اتفضلي. ايه دول يا كمال؟ دول ناقصين 50 جنيه. ما هو اصلا انا كنت عاوز اقول لك. تقول لي ايه يا كمال؟ هو انت مش قبضت فلوسك بالكامل؟ ايوه قبضتها بالكامل يا سوسن. امال فين ال50 جنيه؟ وقعوا منك؟ اتنشلوا؟ لا ابدا، لا وقعوا مني ولا اتنشلوا. امال هم فين يا كمال؟ عشان خاطر يا سوسن الشهر ده بس، والله العظيم الشهر ده وبس. حط ال50 جنيه دول من مهيتك انت،
كلام ايه اللي انت بتقوله ده يا كمال؟ اكيد انت بتهزر. والله ما بهزر. بس احنا ما اتفقناش على كده. انا لازم اعرف دلوقتي حالا راحوا فين ال50 جنيه دول؟ اصل والله ما انا عارف اقول لك ايه بس يا سوسن. قول اللي تقوله يا كمال، بس انا بقى مش تايهه عن ألاعيب الرجاله اللي زيك. ألاعيب ايه بس؟ ده انت مخك راح لبعيد قوي. ولا بعيد ولا حاجه. هو انت نسيت سوابقك يا بطل؟ سوسن ارجوك تعرفي ان الموضوع اياه ده انتهى وخلاص، واقسم لك ان نسيته خالص. انا دلوقتي في منتهى الاخلاص ليك يا حبيبتي. طب فين ال50 جنيه؟ اخويا فؤاد جالي الشركه النهارده واستلفهم مني. فؤاد اخوك يستلف منك 50 جنيه واحنا لسه في اول الشهر؟ ده بياخد مرتب كويس. محفظته اتنشلت، مهيته كلها كانت فيها. انا مش مسؤول عن اخوك يا سي كمال، وان كنت طمعان في القرشين اللي بديهم لماما واخواتي الصغيرين فاحب اقولك اني فت عليهم من شويه واديت ماما الشهريه. يعني كنت اسيب فؤاد اخويا في محنته دي؟ ها؟ ده متجوز وعنده عيال. ثم تعال اقول لك يا استاذ، فؤاد اخوك ده ما يستاهلش الخدمه. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا سوسن؟ مش هو برضه فؤاد اللي ما رضيش يسلفك فلوس لما كنت عيان وعاوز تعمل العمليه؟ ما كانش معاه فلوس وقتها. لا كان معاه يا استاذ، بدليل انه ما فاتش على الحكايه دي اسبوع وراح اشترى طقم صالون جديد، وحضرتك بقيت عمال تستلف من الغرب. فؤاد اخويا مهما كان اشبع بيه امضغه، بس ال50 جنيه تجيبهم لي حالا. يعني ايه؟ يعني اروح اجيبهم من اخويا؟ مش شغلي. مش شغلك ازاي يا هانم؟ هم اخواتي مش برضه يهمك امرهم؟ اشمعنى انا موافق على انك تساعدي والدتك واخواتك؟ ده اتفقنا قبل ما نتجوز، وانت كمان والدتك ووالدك متوفيين واخواتك مش صغيرين، انما انا امي مسكينه ملهاش ايراد. بابا لما مات ما سابلهاش حاجه ولا حتى معاش، واخواتي لسه صغيرين وفي المدارس. لكن اللي حصل لاخويا ده ظرف طارئ، والمفروض يكون بينا تعاون. هتعاون على حساب امي المسكينه واخواته الصغيرين؟ مش معقول كده ابدا. مش معقول ايه يا هانم؟ انا عارفه بقى، هو انا هلاقيها منك ولا من المدرسه؟ دي عيشتها. انت بتزعقي كده ليه؟ امال عاوزني اعمل ايه بس في المصيبه دي؟ اخدك بالحضن واقول لك شاطر؟ لا، ده اسلوب غير مقبول في المناقشه يا هانم. واوعي تنسي اني انا رب البيت وليا احترامي. وانا كمان ربة البيت وليا احترامي. ايه حكايتك؟ ها؟ ايه ملحقاني كلمه بكلمه؟ خلاص مفيش احترام؟ احترام ايه يا استاذ؟ مش لما تحترم بيتك الاول؟ سوسن ارجوكي بلاش طولة لسان لو سمحتي. انا طولت اللسان يا كمال؟ دي اخرة عيشتي معاك؟ لا، ده مش ممكن استحمل العيشه دي. انا خلاص طهقت من العيشه السودة دي. ان كنت طهقت ايراد انا طهقت 24 ايراد. ايوه كده اظهر على حقيقتك. وانا اللي كنت اسال نفسي دايما ليه كمال ما اتجوزت بنت خالته الحلوه؟ طبعا سبتها علشان قاعده في البيت، وجريت ورايا انا علشان عندي قرش، والمسكينه التانيه فقيره ما حلتهاش اللضا. واتاري اللي بيني وبينك ما كانش حب ولا حاجه، فلوسي هي اللي كانت بتحركك. والدليل على كده ان سيادتك بعد ما ضمنت قرش سوسن العبيطه رحت لحبك القديم لبنت خالتك، وطبعا لا سبتها ولا حاجه زي ما قلت لي، وتلاقيك لسه بتقابلها من ورايا. ايوه بحب بنت خالتي ولسه بحبها يا سوسن. قلت ايه؟ قلت كل واحد مننا يروح في سكه. يعني ايه؟ يعني نتطلق. والله بقى اللي تشوفيه. يا سلام، ده انت ما صدقت. طب والله ما انا قاعده لك في البيت. وتفضلي قدامي على المأذون، وهو اللي هيخلصنا من العيشه الهباب دي. اوعى تكون فاكرني اني هتوسل اليك واقول لك بلاش والنبي. لا يا استاذ، يلا بينا. يلا يا هانم. انت جايبني من هنا ليه؟ لان جنينه الورمان هي اقرب طريق للمأذون، وانا بقى عاوز اخلص منك وفي اسرع وقت. اتفضلي وبلاش لكاعه. انا برضو اللي بتلكع؟ لا يا استاذ اتفضل، ده انا مستعجله اكتر منك. يا ساتر، انا عارف ايه اللي مصبرني ال5 سنين دول اللي عشتهم معاكي. ده انا والله بطل. انت اللي بطل ولا انا اللي استحملت انانيتك طول السنين دي كلها؟ ده الحمد لله قوي اللي هخلص منك. ده النهارده اسعد يوم في حياتي. اوعى تكون نسيت يا استاذ. تحب افكرك ولا نسيت سهرك الليالي مع بنت خالتك الحبيبه الاولى؟ لكن الحمد لله اللي فضحك وعرفني الحقيقه. ما انت عارفه ان دي كانت غلطه وانتهت. الدور الباقي عليك انت اللي استغليتي طيبتي وحب ليكي وعماله تصرفي على اهلك، بينما بيتك يا هانم محتاج لكل قرش.
ايه اللي خلاك تعيد وتقول الكلام ده؟ احنا مش خلاص هنسيب بعض؟ ملوش لزوم بقى الكلام ده يا استاذ. اتفضل اتفضل قدامي يلا. الله، انت وقفت ليه هنا؟ مش دي الشجرة اللي كنا يا استاذ؟ اتفضل اتفضل وبلاش لكاعة من فضلك، بلاش كلام عيال. يا ترى لسه الكلام اللي كنا كاتبينه سوا موجود؟ معقولة يكون لسه موجود لغاية دلوقتي؟ يا استاذ الوقت بيجري واحنا عاوزين نخلص بقى. يا تصوري لسه اسمائنا مكتوبة: سوسن جمال. القلب والسهم واضحين اوي. بصي يا مدام. مش بصة. وادي كلمتك: ذكرى الحب والإخلاص. حلو اوي الإخلاص دي. ما انت برضو كنت بتكتب كلام كده. قال ايه؟ حبي الى الابد يا سوسنتي. الدرجة دي بتكون النفوس كدابة وغشاشة. يا ساتر. والله انا بقى عن نفسي عمري ما اعرف الكذب ولا الغش. لا يا شيخ، بأمارة ايه بقى؟ بأمارة بنت خالتك؟ يا سوسن حب البنت خالتي كان نسوة، وانت عارفة كده كويس. انما حب الحقيقي صدقيني يا سوسن ليك انت. انا خلاص كبرت وعقلت، ما بقتش اصدق الكلام الفارغ ده. وانت برضو كلامك اللي كتبتيه على الشجرة دي كان كذب وخداع؟ لا انا عمري ما كدبت. لا ايوه كان كذب وخداع. تعرف تقولي سيادتك قعدت ليه دلوقتي؟ اتفضل نروح مشوارنا يا استاذ. انا تعبان ومن حق استريح. انت يا هانم نسيتي اني ما اتغديتش؟ وهو في حد حاشك عن الغدا؟ قولي لي انت، اتغديتي ولا لسه؟ مالكش دعوه بيا. فاكره يا سوسن، فاكره ايام زمان لما كنا نخرج من الجامعه ونيجي نتفسح هنا؟ مش فاكره حاجه. شايفه الشاب والشابه اللي قاعدين هناك دول؟ يا سلام، بيفكروني بايام زمان. بس احنا بصراحه كده حظنا كان احسن من حظهم. ليه بقى ان شاء الله؟ زمان لما كنا بنيجي هنا انا وانتي كانت الجنينه تقريبا فاضيه، كنا تقريبا احنا لوحدنا اللي فيها، فاكره؟ انما دول مساكين، ده حتى خايف يمسك ايد حبيبته للناس تشوفه. شوفي يا سوسن، شوفي الناس زوار الجنينه كتروا ازاي. والنبي ما حد واكل الطعميه دي الا انت يا نبويه، اصلها سخنه ومليانه وتستاهل بقك الحلو ده. الله، ما تكسفنيش امال يا رضوان، الجنينه مليانه ناس ياما. طب اقعدي امال يا بيت، اقعدي وكلي والنبي دي. والنبي انا شبعت بحقيقي يا رضوان. الطعميه دي بقى من نصيبك انت. ده انت بتشقى طول النهار يا ولداه، طالع السقالة ونزل من على السقالة، شايل ايشي توب وايشي اسماك. وهو انت بقى يعني اللي بتدلعي؟ ما انت عمالة تنادي على الفجل والجرجير لحد ما صوتك اتنبح، ده غير المناهدة مع الزباين. كلي يا بنت كلي. ده انا نويت اعزمك قريب عند الحاتي. يا لهوي، الحاتي مرة واحدة؟ ايوه الحاتي يا نبوي، انتي لازم تتغذي تمام. انا عايز اشوفك دايما قدامي مورده ومتختخه. الله، وبعدين معاك امال يا رضوان؟ يا نبويه ده انت غاليه قوي قوي غاليه. هو الحاتي برضه يغلى عليكي؟ ياه والله زمان يا حاتي، ايام كانت حلوه حقيقي، بس يا خساره راحت بحالها. الحاتي مرة واحدة يا كمال؟ وهو الحاتي يغلى عليكي يا روحي؟ بحبك يا سوسن، بحبك يا أغلى ويا أعز وأحب إنسان عندي في الدنيا. إيه ده كله يا كمال؟ ده أنت بتبالغ قوي. أبالغ إيه بس يا سوسن؟ ده لساني مش قادر يعبر لك عن اللي جوه قلبي. ده أنا حبي ليكي ما حصلش يا سوسن. ربنا يخليك ليا يا كمال. ويخليكي ليا يا سوسن. كمال وبعدين الناس حوالينا كده. طيب يا سوسن. نبوي، ايه انت بطلت تاكلي ليه؟ الحمد لله شبعت يا رضوان. خد امسك. ايه ده؟ غلت النهارده يا اخوي. ايه ما تخليهم معاك يا نبويه، الفلوس معايا كتير والحمد لله. انا النهارده قابض 6 جنيه يا اخويا، ربنا يزيد ويبارك. خد امسك امال، ادي 4 جنيه اهم، غلت النهارده. ما قلت لي خليهم معاك يا نبويه؟ ايه ما هو معاك ولا معايا، مش واحد برضو. طيب اخلي معاكي حاجه، يمكن تعوزي تشتري حاجه ولا محتاجه. يا اخويا انت راخر، هو انت مخليني عايزه حاجه؟
انا عايزه جنيه واحد بس عشان رايحه بكره ان شاء الله مع عمي المستشفى. الف سلامه لخالتي. خد يا نبوي، ادي 2 جنيه اهم عشان خاطر امي، وان عوزتي حاجه ادي انت عارفه الصندوق، خدي منه اللي انت عايزاه. الله يكبر بخاطرك يا رضوان. دي ماما يا كمال، اصلها وحدانيه زي ما انت عارف. يا سوسن عينيا ليها، دي معزه ماما انيسه من معزه والدتي تمام. انا متشكره قوي قوي يا كمال، انت حقيقي انسان عظيم. وبعدين بقى معاك يا سوسن، ده واجب، وان كنت عايزه تدي مامتك اكتر من اللي اتفقنا عليه ما عنديش مانع طبعا. وان عايزه ماما انيسه حاجه من مرتبي انا كمان، انا ومرتبي وحياتي تحت امرها يا نور العيون. كمال انت كده هتخليني اعيط. انت كرمك وحبك ليا فوق الحد. انا مش عارفه اقول لك ايه. انا متشكره جدا جدا يا كمال. وبعدين بقى معاك يا سوسن تشكرين عليه بس، هي مش فلوسي وفلوسك واحد، زي برضه ما هي مامتك هي مامتي. طبعا يا كمال يا حبيبي. كمال يا عيون كمال من جوه. انا كل يوم اكتشف فيك حاجه حلوه جديده. انا بحبك قوي قوي يا كمال. بصراحه يا سوسن مش قد حبي انا ليكي. مش هيجي يوم يا كمال وحبك ليا ينقص. ده انا اموت وما اشوفش اليوم ده يا حبيبتي يا سوسن. بعد شهر عليك يا حبيبي. يا نبويه، دلوقتي يلا نروح قبل الدنيا ما تمسي علينا. يلا يا اخوي يلا. الله، ايه ده؟ في ايه يا اخوي؟ احنا هنمشي ونسيب بقيه الاكل مرمي كده على النجيله؟ انت مش بتسمعي الراديو والتلفزيون يوماتي ينصحونا بان احنا لازم نخلي بلدنا نظيفه؟ يلا يا بنت شيلي معايا الحاجات دي ويلا نرميها في سبت الكناسه. يلا يا اخويا يلا. ايه سوسن ايه يا كمال؟ في ايه؟ انت رحتي فين؟ لا مفيش حاجه. وانت رحت فين يا كمال؟ ابدا، انا استريحت خلاص. يعني ايه؟ مش عارف. مش عارف يعني ايه؟ انت عارفه؟ انا مش واخده بالي. رضوان ونبوي مش ناس طيبين فعلا، ناس طيبين. يا ترى قروا اللي مكتوب على الشجره؟ ما افتكرش يعرفوا يقروا. تفتكر ليه اختاروا يقعدوا تحت الشجره دي بالذات؟ عشان الضله بتاعتها. جنينه مليانه شجر ومليانه ظل. انت رايك ايه؟ مش عارفه. ازاي بقى؟ سوسن انت رايحه فين؟ كمال، في مانع اني اقرا اللي على الشجره؟ براحتك، بس احنا كده هنتاخر عن مشوارنا. انت لسه مصمم على المشوار ايه ده؟ مش عارف. طب وانت رايك ايه؟ طيب سيبني اقرا كلام اللي على الشجره. وبعدين بقى في اللكاعه دي يا هانم. بذمتك انت ما كنتش بتحب اللكاعه دي؟ اعمل لك ايه بس يا سوسن؟ ما انت اخلاقك حاميه قوي. مش تستحملني يا كمال؟ وانت برضو استحمليني يا سوسن. امي ست مسكينه يا كمال، مالهاش حد الا انا من بعد ربنا، واخواتي صغيرين في المدارس. ايوه يا سوسن، على عيني وراسي ما قلناش حاجه، بس برضو اخويا فؤاد رخر في محنه. تفتكري كان يروح لمين يستلف منه فلوس؟ خلاص يا كمال، اديله كل اللي هو عاوزه وربنا يدبرها من عنده. ونعم بالله يا سوسن، هو ربنا بينسى حد؟ كمال، الكلام اللي مكتوب على الشجره واضح قوي، زي ما يكون لسه مكتوب النهارده. طب ما هو فعلا كاتب النهارده. كنت هتطلقني يا كمال؟ والله بقى انت اللي طلبتيه. وهنت عليك؟ انا يعني هنت عليكي؟ ما هنتش علي، بس بيتهيألي انك كنت متحمس للطلاق اكتر مني. جبت الكلام ده منين بقى؟ يعني لما كنت هتطلقني كان ممكن ترجع لحبك القديم. اقسم لك يا سوسن اني ما بقتش افكر في بنت خالتي خالص يا سوسن. انا نسيتها صدقيني. ده انا كمان سمعت انها اتجوزت. عايزه اصدقك يا كمال. صدقيني يا سوسن، صدقيني. مصدقك يا كمال.